ولو قلت لحضراتكم ارجعوا لورا شوية، ما تخبطوش في الحيطة، ارجعوا لورا تاريخيا شوية وافتكروها وهي بتقول أنت الست شويكار وهي بتقول أنت القلب الكبير. وإحنا النهاردة معاكم في 7 مايو 2026، وهنتا حيرت العالم. هنتا أيها السادة والسادة، الفيروس اللي يتخوف منه أو تتخوف منه البشرية. فيروس أيها السادة والسادة توفى منه حتى الآن 5، وبصدد الانتشار هيبقى زي كورونا وأخطر من كورونا. ونشوف مع حضراتكم حكاية هنتا والكثير من الأخبار الصحية مع هموم صحية. والنهاردة بنقول لحضراتكم أهلا بكم. أولا، هنتا ده فيروس أصيب به عدد من المواطنين من بريطانيا، وهم كانوا موجودين على متن سفينة سياحية موجودة في المحيط الأطلسي. الهانتا دي مجموعة من الفيروسات بتنقلها القوارض زي الفئران والجرذان وغيرها. والإصابة هنا بتتراوح ما بين حالات بسيطة أو حالات ربما تكون معقدة، أو حالات خفيفة ممكن تشابه حالات الأنفلونزا، وممكن تعمل أعراض تنفسية بتهدد الحياة. العدوى ممكن تكون عن طريق استنشاق، زي في موضوع كورونا كده، استنشاق هواء ملوث في جزيئات، سواء كان من البول او من فضلات القوارض دي، او حتى ملامسة الاسطح الملوثة من هذه القوارض. الفيروس ده بيتنقل من شخص مصاب الى شخص اخر، ما يطلق عليه الاتصال المباشر. وهنا الاعراض بتتراوح ما بين حمى او ارتفاع شديد او الاحساس بالارهاق الشديد او غثيان او ملء القيء او حتى اسهال، مع الام في العضلات والمعده. وهناك ضيق تنفس ممكن تصل في مراحل معينه الى فشل تنفسي حاد في بعض الحالات. وهنا بنقول لحضراتكم ان الاعراض دي ممكن تظهر من اسبوع الى 4 أسابيع بعد التعرض للعدوى. العلاج حتى الان بقول لك ما فيش علاج. والحاجه الاخطر انه حتى الان برضو ما فيش لقاح موجود. النهارده السيد تيدروس ادهانوم جيبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عمل مؤتمر صحفي شهير. والمؤتمر الصحفي ده كان من خلال الفيديو كونفرنس، وأعلن فيه الآتي. قال لك إن السلالة الموجودة من هانتا دي، الفيروس اللي بيهدد البشرية، اللي هيبقى أو اللي احنا متخوفين إنه يبقى زي كورونا أو أخطر من كورونا، قال لك إن الفيروس ده دي سلالة اسمها سلالة الانديز. ده موجودة من سلالات فيروس هانتا، وعندنا 5 حالات توفي منه. والنهاردة اعلنت اسرائيل اصابة اول حالة من فيروس هانتا في داخل اسرائيل. طبعا السبت اللي فات كانت بريطانيا وفقا للاجراءات المتبعه وفقا لوائح منظمه الصحه العالميه او اللوائح الدوليه، اعلنت ان عندها مجموعه من الركاب الموجودين على السفينه الهولنديه اسمها MV كوندوز. الMV كوندوز دي موجوده في منطقه المحيط الاطلسي. ولما السفينه دي موجوده MV كوندوز، هي كانت جايه منين؟ كانت جايه من الارجنتين ورايحه الى كاب فيردي، او اللي احنا بنسميه الراس الاخضر. وظهرت الحالات او الاعراض على 8 حالات على هذه السفينه. تم اخذ عينات من ال8 حالات دول، وثبت بالفعل من خلال اختبارها في المعهد الوطني للامراض المعديه اللي موجود في جنوب افريقيا، وثبت بالفعل ان 5 حالات مصابه بفيروس هانتا، وال5 حالات توفوا. 3 حالات التانيين قالوا ان هي اعراض مشابهه لكن مش مصابه بفيروس هانتا. لكن طبعا ال3 حالات دول ايضا تم نقلهم الى هولندا لان اعراض مختلفه ظهرت عليهم. يبقى انا عندي 5 حالات توفوا من فيروس هانتا على هذه السفينه، وال5 حالات ثبت بالفعل بعد التحليل. طب انا لما بتكلم على طرق الوقايه ونقل العدوى وشيء من هذا القبيل، بقول لك البول او الفضلات، وحتى لعاب الجرذان والفئران ممكن ينقل العدوى دي. سلاله الانديز اللي انا بقول لحضراتكم دي موجوده فين؟ موجوده في امريكا اللاتينيه. والاعراض كلها اعراض جهاز تنفسي، لكن في بعض الاعراض ممكن تظهر على الكلى. النهارده اعلنت اسرائيل ان اصابه اول حاله فيها، وقالت ان هي كان موجود في دوله ما من 4 أسابيع واتنقلت له العدوى. احنا بنتكلم هنا على فيروس جديد ربما يهدد البشريه. ودايما لما بنتكلم على الفيروسات الجديده احنا بنتكلم على
فيها فيروس قد ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، وكل شويه هتلاقوا انفلونزا الخنازير بعد 10 سنين ولا حاجه تلاقوا مثلا زي ما حصل مع كورونا او كوفيد 19، وبعد برضه 10 سنين هتلاقوا كل شويه فيروس جديد ممكن يهدد البشريه. واحنا بنتكلم هنا على طرق اجراءات وقائيه. ليه بقى فيروس اللي بيتنقل عن طريق الجهاز التنفسي؟ لان دي انواع كتيره جدا جدا من الفيروسات، واصابه حاله يعني في اي مكان في الكره الارضيه ومن خلال حركه الطيران ممكن يتنقل من مكان الى اخر، وبالتالي يمكن ان العدوى تنتشر اكثر واكثر واكثر، وده اللي احنا بنتخوف منه. وبخاصه ان هذا الفيروس حتى هذه اللحظه احنا بنتكلم على اعراض بندي يعني حاجات للوقايه من، او ان هي تخفيف الاعراض سواء كانت حمى او اسهال او مضادات فيروسات او مضادات حيويه للاعراض الجانبيه، لكن الخوف كله من ما هو قادم من الامراض الفيروسيه. ده تقريبا ايها السادة والساده واحد من ابرز الاخبار المتواجده لدينا. الخبر الثاني هو تصريح للاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان، وبيتكلم فيه عن الولاده الطبيعيه. ولما بنتكلم على الولادات الطبيعيه، والوزير بيقول انه الولاده الطبيعيه الاولى لاي سيده في اي مستشفى حكومي تابع لقطاع الطب العلاجي هتكون بالمجان. احنا هنا بنتكلم على ان مصر يعني بقت المرتبه الاولى عالميا في العمليات القيصريه. طب ايه السبب في ارتفاع دوت؟ يعني انا فاكر من 20 سنه لما كنا مثلا في مستشفى زقازيق العام وبنولد حالات ونعمل مش عارف ايه وكلام كتير، كان نادرا ما نلجا الى العمليه القيصريه الا في الحالات اللي احنا بنقول عليها تستدعي، او الضروره بتستدعي، او احنا بنقول عليه بروستراكتد ليبر، او في مشاكل ما. لكن الاول بنلجا للولاده الطبيعيه، ويقول لك وتنسيه تحط ايديك ورا جنبك ورا ظهرك كده وتنتظر الولاده الطبيعيه لان دي امن وافضل. او لما احنا لجأنا او الناس لجأت الى الولادات القيصريه، ايه اللي ترتب عليها؟ ان انت بقيت رقم واحد في الولادات القيصريه. انت بتعمل ولاده قيصريه ليه؟ بناء على 3 حاجات: اما رغبه الطبيب عشان الربحيه واشياء من هذا القبيل، او رغبه افراد الاسره ويقول لك الولاده بدون الم واشياء من دوت، او رغبه الزوج، يعني الزوج او الزوجه او الاسره. وهنا لا ننكر ان قد يكون العامل المادي له دور، لكن انا بتكلم على الحاجه الضروريه التي تستدعي لعمل ولاده قيصريه. العمليه قيصريه هي اسمها عمليه قيصريه، لكن الثانيه اسمها ولاده طبيعيه. ترتب على ده ايه؟ المخرجات بتاعت الولاده. بيبي يعني محتاج الى حضانه، فبدانا نلجا ان احنا محتاجين عدد كبير من الحضانات لاطفال مبتسرين بيتولدوا قبل الميعاد، وبترتب على ده بعض المشكلات. او السيده. فالعاده احنا لما بنتكلم على الولاده المامونه والامنه اللي هي مخرجاتها الاثنين، الام تطلع سليمه والبيبي يطلع سليم، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه على الولادات الطبيعيه. واحنا في مصر لما تلاقي مثلا محافظه زي بورسعيد او غيرها النسبه فوق ال 90%، فوق ال 80% الولادات القيصريه وفي ازدياد. طبعا يعني انا هنا يعني السيد المتحدث الرسمي الدكتور حسام غفار، المتحدث الرسمي اسم وزاره الصحه والسكان، بيتكلم بيقول لك ان دي مش مبادره. يعني بتكلم على ولاده امنه بلا اعباء. احنا ما بنتكلمش ان دي مبادره رئيسيه او غيرها، لكن احنا بنتكلم على ان دي رساله واضحه بان صحه الام والطفل هو الهدف اللي بتسعى به للدوله المصريه في كل الاحوال. طبعا لما يجي السيد وزير الصحه والسكان بيقول لك انه الولاده الطبيعيه الاولى على الوزاره والثانيه على الاسره، فاحنا بنتكلم على المستشفيات التابعه ليه قطاع الطب العلاجي، وبيتم فيها في كل المحافظات، وبيتم يعني من خلال تقديم رعاية صحية آمنة ومأمونة. الولادة الطبيعية احنا بنقول ان هي الخيار الأول لكل الأسرة، لكن لو هناك ضرورة تستدعي عملية قيصرية أهلا بها. لكن احنا الهدف هنا ايه؟ ان احنا بنقلل المضاعفات المرضية من خلال اللي ما يترتب على العمليات القيصرية. دكتور عبد الألفي نائب وزير الصحة والسكان لها مجهود على مدار سنين، وهم بيقولوا يعني مسماها أم المصريين. هي بتتكلم على مناهضة الولادات القيصرية في العديد من المراحل، واحنا بنتكلم على الاستفادة بالخدمات اللي بتقدمها وزارة الصحة لصحة الأم وصحة الوليد. طبعا يعني احنا الهدف هنا ايه؟ ولادة آمنة وولادة مأمونة، وآمنة للأم ومأمونة لوالدها. طبعا يعني ما قد يترتب على الولادة الطبيعية إن البيبي خلال ساعات هيبدأ رضاعته الطبيعية، والأم تمارس حياتها يعني أسرع بكثير من العمليات القيصرية. ده تقريبا سنتسادى الخبر الثاني. لكن الثالث معانا
وهو اللي احنا بنتناول فيه الحديث عن ما يطلق عليه نائب الشنطة. ونائب الشنطة هنا احنا في يعني خبر صادر النهارده بيتكلم على انا بشكر اللي بيشوفونا، السيد عمرو سلامة المحامي، الاستاذه نهى، الاستاذ يوسف، امير عثمان وغيرهم. الخبر بيتكلم على ان هناك 1200 طلب احاطه وبيان عاجل وسؤال. الثلاثه دول الالات اللي بيستخدمها البرلماني ده تحت قبه البرلمان، سواء كان طلب احاطه او بيان عاجل او سؤال. ال 1200 دول تموا في 111 يوم عمل للبرلمان المصري. احنا هنا بنؤكد على يعني دور البرلماني او عضو مجلس النواب او الشيوخ في الدور الرقابي على اداء الحكومه، وده الاهم، لان انا دوما لما بتكلم على السلطات الثلاث، السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه والسلطه التشريعيه بالاضافه الى سلطه الاعلام او السلطه الرابعه، احنا بنتكلم على ضبط اداء الحكومه. الهدف هنا ان انا لما بناقش او بطرح آلية من آلات المحاسبة تحت قبة البرلمان، مش الهدف ان انا نائب دوت يطلع يروح واخد مجموعة من الطلبات عشان يحصل عليها على كلمة لا مانع او وفقا للوائح او وفقا للقواعد او ويتحايل هنا ويتحايل هنا، ويعني يتقمص من مسؤول لو المسؤول عنده ارتباط او التأشيرة ما عجبتوش. هو الهدف ايها السادة والسادة ان البرلماني يكون كما اطلق عليه قديما، ده نائب الشعب، والمجلس اسمه مجلس الشعب مش مجلس النواب. فده لكي نعيد الى المجلس بريقه وللنائب يعني احترامه وقدسيته، ما يكونش رايح جاي. دي كانت انا افتكر زمان كانت دي يعني شغلانه المحليات، ان هو بيسعى لطلبات بطريقه او باخرى. والغريبه ان انت في بعض الاحيان ممكن تلاقي تناقضات، يعني تلاقي نائب مثلا على سبيل المثال في قطاع الصحه انه بيشتكي من نقص اطباء او تمريض في مؤسسه صحيه ما، وفي نفس الوقت هو بيقدم طلب على نقل حد منهم. وده على مدار سنين، يعني في طبيعه العمل لما كنا شغالين في الاتصال السياسي، يعني تحاول تجتهد وتقول له طب يا سياده النائب انت هنا بتفرغ المكان دوت، هو يعنيه طلبه ويعنيه الناخب اللي انتخبه بطريقه او باخرى. لكن الاهم هنا ان احنا بنتكلم على عداله التوزيع، على وقفه النواب، على عمل النائب الحقيقي الفعلي في الدور الرقابي. ايها السادة والساده، لما بنقول لحضراتكم انه تحت قبه البرلمان المهام الكثيرة التشريعية بالتعاون مع الحكومة وأهداف الدولة بطريقة أو بأخرى، لكن الأجمل أن يؤدي كل عمله بتناغم وعمل للصالح العام. يعني دوما لما بنقول الكلام دوت بنقول إن احنا مش محتاجين نائب شنطة، يعني دوما النائب محتاج إلى أجهزة أو معاونين أو مكاتب مختلفة يستقي منها المعلومة، ويكون عنده حرفية وذكاء التعامل مع كافة قطاعات الدولة وكافة القضايا، ويكون سيناتور بحق لديه فكر، مش رايح جاي بشنطه وطلبات وما تلاقوهوش حتى اصلا متواجد تحت القبه او ما بيناقش موضوعات بطريقه او باخرى. الاجمل ان يكون النائب ما يكونش بقمصه بيتقمص بسرعه او يعني يشتكي من طلب ما حال وجود المسؤول في الارتباط او غير ذلك. ايها السادة والساده، النهارده معاكم بنتكلم على او اتكلمنا عن هانتا، الفيروس اللي بيهدد البشريه ونتخوف منه كثيرا. اتكلمنا عن نائب الشنطه اللي احنا بنفترض انه هذا النائب يكون مسؤول ويكون قدر استطاعته يساعد الحكومة في أداء مهامها ويراقب أداء الحكومة ويقدم أدواته، سواء كان 1200 طلب إحاطة وبيان عاجل أو سؤال أو حتى أنه ممكن يصل إلى الاستجواب حال الضرورة. ده الأهم، أن يكون لدينا حرفية في التعامل مع القضايا تحت قبة البرلمان. لكن ايضا الموضوع العمليات القيصريه اللي نحس انه في ازدياد وترتب عليه مشكلات صحيه عديده تهدد صحه الام وصحه وليدها، وقد تؤثر ايضا على تقديم الخدمات الصحيه بطريقه او باخرى. ايها الساده والساده، الى هنا ناتي الى يعني ختام هذه الحلقه الاستثنائيه اتكلمنا فيها عن هانتا واخواتها. دمتم بخير والى اللقاء.